تعال اسمع معايا الفيديو ده كده. صديقي الأهلاوي من وقت للتاني كده بيجي يقول لي يا عم ده انتوا نادي المختلط. بصرف النظر عن ان الكلمة دي مش بتضايقنا، لكن ماشي وماله يا عم. احنا كنا النادي المختلط، نادي أسسه محامين بلجيك، مش مستعمرين يعني ولا حاجة. ما تيجي بقى احكي لك حكاية لو ما كنتش تعرفها. يعني سنة 1907 تأسس النادي الأهلي زي ما كل الناس عارفة. أول رئيس للنادي الأهلي لو ما كنتش تعرف كان الإنجليزي ميشيل أونس. ميشيل أونس دوت كان راجل اقتصادي عينته الحكومة الإنجليزية، أو يعني المستعمر البريطاني في مصر، علشان يساعدها في تقليب خيرات البلد. لكن المشكلة ما وقفتش عند هنا. عادي يعني البلد كانت مليانة إنجليز وطبيعي إن هم يحصلوا على المناصب العالية في كل مكان. وأنا بقلب على النت من فترة ظهر قصادي كده الويب سايت بتاع المتحف البريطاني، فقعدت اتسلى وفجأة لقيت التمثال الجميل ده بتاع المهندس المعماري الفرعوني امحتب، الراجل اللي بنى هرم زوسر، كقطعة من القطع المعروضة في المتحف تحت رقم 1934 4 14 8 زي ما انت شايف كده قصادك. قلت عادي، واحدة من آلاف القطع الفرعونية الأثرية اللي اتهربت بره مصر خلال العصور الطويلة. فنزلت تحت كده، وعلشان موقع المتحف البريطاني دايما بيأرشف لكل قطعة ويقول لك هو جايبها منين ووصلت له ازاي، فاتفاجئت باسم مين عزيزي؟ عمك ميشيل أونس. فزي ما انت هتشوف مكتوب بالبونت العريض ان القطعة الجميلة دي دونيتد باي ميشيل أونس. ومش هي وبس، ده هي و24 قطعة أثرية تانية تبرع بيهم ميشيل أونس للمتحف البريطاني. يعني خلينا كده نجمل الأحداث. إن أول رئيس للنادي الأهلي كان مستشار اقتصادي لحكومة الاستعمار البريطانية، وكان تاجر آثار كبير. هو عامة أنا ما بعملش النوعية دي من الفيديوهات، ولكن في حاجات كده بيكون عليها إسقاطات كتيرة جدا علشان في النهاية تبروز صورة معينة أو توصل للجمهور صورة معينة، وتبدأ إنك أنت تقلل من شأن نادي أو إنك أنت تقلل من شأن أشخاص. في مجمل الفيديو إحنا مش طالعين ندافع عن حد، ولكن احنا طالعين ننكر فكرة الإسقاطات الهزلية اللي ممكن تحصل، واللي اتكلم فيها في الفيديو عن ميتشل أنس بالتحديد، أو ميتشل أونس أيا كان المسمى. طبعا كونه الرئيس الأول للنادي الأهلي والرئيس الإنجليزي طبعا الوحيد في تاريخ النادي الأهلي، واللي يعني تولى مهمة رئاسة النادي الأهلي لمدة سنة واحدة سنة 1907 وحتى 1908. وميتشل أنس فعلا كان المستشار لوزارة المالية المصرية، والراجل طبعا تواجد في هذا المنصب، وتم اختياره من قبل اللجنة الإدارية العليا في النادي الأهلي علشان يكون رئيس النادي الأهلي، نظرا طبعا لسلطته ونظرا لنفوذه وإمكانية استخراج التصاريح اللازمة لعمل النادي الأهلي بشكل رسمي عام 1907. وده شيء مثبت تاريخيا. علشان الفيديو معمول بس لتسليط الضوء على رئيس النادي الأهلي إن هو تاجر آثار، فانا حبيت بس اقول لك انه مش شرط تعمل سيرش قوي، او انك انت يعني تعمل سيرش دقيق جدا علشان تعرف بعض المعلومات قبل ما تصور فيديو وتبدا انك انت تشوه فيها صور الناس. مبدئيا سنة 1983 تم تقنين تجارة الآثار بالقانون رقم 117 الصادر سنة 1983، واللي بيجرم بيع وتجارة المقتنيات الأثرية أو القطع الأثرية بكل أنواعها. طبعا قبل سنة 1983 كان مسموح ببيع واقتناء المقتنيات الأثرية أو القطع الأثرية على مستوى الجمهورية بالكامل، وكنت تقدر بشكل أو بآخر أنك تحصل على قطع أثرية وتحتفظ بيها وتقتنيها وكمان تتاجر فيها. هزيدك من الشعر بيت وأقول لك أن كان في محلات مرخصة من الدولة لبيع واقتناء المقتنيات والقطع الأثرية. وطبعا من اشهر المحلات دي كان متواجد طبعا محلات حفناوي اسماعيل الشاعر. ومش كده وبس، ده انت كان عندك عائلات بتقتني اكتر من 60,000 قطعة اثرية، وفي التوقيت ده كانت الدولة لا يمكن ان تصادر هذه المقتنيات. يعني كانت تجارة مسموح بيها في هذا التوقيت من الزمن. تعال بقى لأهم نقطة في الفيديو ده، وهي لما هنيجي نعمل المقارنة قياسا بطريقة تفكير صانع الفيديو اللي سمعناه من شوية، واللي كان بيتكلم عن ان الرئيس الاول كان مستعمر وتاجر اثار، ونادي الزمالك المختلط اللي اسسه محامين بلجيك
علشان هم مختلطين بالمصريين طبعا، وفي ما بينهم وبين بعض محاكم مختلطه. خليني بس اقول لك في البدايه انه فعلا هو تم تاسيس النادي برئاسه جورج ميرزبخ المحامي البلجيكي، ولكن كان نائب الرئيس في المجلس الخاص بجورج ميرزبخ هو الانجليزي هوارد كارتر. هوارد كارتر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من سنة 1911، واللي استمر في منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة 6 سنين كاملة، مش سنة واحدة زي ميشيل أونس خالص. ده رقم واحد، وبالتالي هو احنا كده عندنا انجليزي ومعمر ومستعمر، يعني معمر في مجلس الإدارة ومستعمر بنفس القياس بتاعك. ده رقم واحد. رقم 2 هوارد كارتر، لو ما تعرفوش اقول لك هو مين هوارد كارتر. هو الاثري الشهير طبعا، مكتشف المقبرة الاكبر من حيث المقتنيات، واللي تم اكتشافها طبعا سنة 1922. هوارد كارتر ما اكتفاش بتهريب القطع الاثرية سواء كان تحت اي مسمى يعني بشكل شرعي او غير شرعي، ولكن ده كمان كان بيقرر ان هو يحتفظ ببعض القطع الاثرية لنفسه، ويمكن كان بيهادي كمان بيها أصدقائه. واللي أكد على الكلام ده طبعا مذكرات السير ألان جاردنر، واللي كان تلقى بعض الهدايا الفرعونية من كارتر، وكمان كان أكد أن بعض المقتنيات دي مسروقة من مقبرة توت عنخ آمون. وده طبعا بعد تأكيدات أكدها له مدير للمتحف المصري في هذا التوقيت طبعا، اللي كان انجليزي برضو، كان اسمه ريجينالد انجلباخ. والراجل قدر ان هو يتعرف على هذه المقتنيات واكتشف انها بتعود الى مقبرة توت عنخ آمون. فالراجل كان بيشتغل على هذا الوضع، وكلنا عارفين الشاهد في الموضوع كان ايه. الشاهد في الموضوع هو تشويه صورة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي كان متواجد لسبب ما شافت اللجنة الإدارية العليا في النادي الأهلي إنه هو هيقدر يخدم مصلحة هذا النادي الوطني. وتحديدا بعد التقرير اللي ذكرته أو نشرته صحيفة الجارديان حوالين سرقات كارتر لمقتنيات المقابر الفرعونية. خليني أقول لك بأنه الشاهد كان هذه النقطة، وانه شتان الفارق ما بين شخص بيتاجر في الاثار في زمن مسموح به بهذا النوع من التجارة، وما بين شخص بيعرف كويس جدا ازاي يسرق الاثار. بين نصين حرامي اثار.